اكيد. وغالبيه اللي يطلقوا الشائعات يعني من خارج التراب الوطني الجزائري، نعم. من وراء البحار، الذين يتحصنون بمخابرات اجنبيه وعملاء واقلام ماجوره. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. بالنسبه لي في هذا الاطار هناك دور يقع على جهاز العداله من خلال فرض سلسله من الاجراءات القانونيه القضائيه الرادعه لمواجهه او مجابهه كل من تسول نفسه بالاساءه الى مؤسسات الدوله والمدرسه الجزائريه عموما ومختلف المؤسسات البلاد. كذلك الدور يقع ايضا على وسائل الاعلام. الوسائل الإعلام من بين الأهداف التي تصبو إليها كما قلنا هو التوعية، التحسيس، الحملات التثقيفية. كذلك الإعلام، وسائل الإعلام كانت ولا تزال هي المرافق الأساسي للتنمية المستدامة. في الأخير نجد أن الإعلام كما يسمى بالسلطة الرابعة هو وسيلة أساسية في إعطاء صورة مشرفة عن البلد أو عن مؤسسات البلد، وبالتالي فيجب على المؤسسة الإعلامية كما أشار السيد وزير الاتصال خلال المقال المطول له في جريدة الشعب إلى ضرورة توحيد أو وضع جبهة إعلامية موحدة ذات بعد وطني وترد الصاع بصاعين مثل ما قال. وترد الصاع بصاعين أيضا.